ده ايه الدماغ دي؟ واحدة بتقول في مرة كان عندنا امتحان وكان في واحدة متنمرة وكمان بتستحقر الناس، بس انا كان معروف عني ان شخصيتي قوية، فجت وقالت لي لو ما قلتليش على الاجابات هضربك. فانا قعدت افكر لحد ما جات لي فكرة ما تخطرش على بال حد، رحت اديتها الاجابات غلط علشان تشيل المادة. فهي بعد ما اديتها الاجابات راحت بصت لي بصة بومباستيك سايد اي كده، اللي هو بصة من فوق لتحت يعني، وانا كل ما اشوفها بمسك ضحكتي بالعافية. وفي يوم اعلان الدرجات جابت درجة زي الزفت، فهي جت علشان تضربني، فانا قمت وطلعت اجري، وسبحان الله لقيت اخويا في وشي، لقيته بالصدفه، وانا اصلا بتحمى في اخويا لانه مش بيسكت لما حد بيضايقني. فلما شافته هي اللي طلعت تجري. هو انا زودتها يا جماعه ولا عندي حق؟ حابه بس انوه لحاجه بسيطه، لو حابين انكم تشوفوا الفيديوهات قبل ما تتنشر، يعني تكونوا اول ناس تشوف الفيديو قبل ما ينزل للجمهور العام. وكمان لو حابين ان انتوا يبقى ليكوا اولويه في الرد، يعني لو مثلا بتبعتوا قصه او اقتراح اقدر اشوفه وارد عليه قبل باقي التعليقات كلها. وكمان لو حابين تسالوا عايزين ارد في فيديو او بمنشور، بس بلاش اسئله شخصيه. وكمان لو حابين انزل استطلاعات للراي علشان اخد رايكم مثلا في الفيديوهات اللي بتنزل على القناه، او لو عندكم فكره او عندي فكره نقدر نشاركها مع بعض. ولو حابين كمان غرف محادثه خاصه، يعني حاجه زي جروب كده ليكم لوحدكم بس على ديسكورد او تليجرام، ومحدش هيدخلها غيركم، تتكلموا بقى وتتناقشوا وتبعتوا قصصكم هناك لو مش عايزين حد يعرفها غيركم. ولو عايزين شاره حلوه كده تتحط جنب اسمكم، كل اللي عليكم انكم هتشتركوا في العضويه، تكلفتها بالظبط 210 جنيه.